تخيل تبقى ماشي في بلد رئيسها ميت من 94 ولسه هو الرئيس لحد دلوقتي. تعال شوف القصة الغريبة دي. كوريا الشمالية دي دولة عدد سكانها 25 مليون نسمة، أقل من محافظة القاهرة. وحاكمها كيم جون أون بيقال إنه أصغر ديكتاتور في التاريخ، عنده 36 سنة. ويعتبر جده كيم إل سون رئيس رسمي للدولة بالرغم إن هو ميت من 1994. وعنده تقويم خاص بيبدأ من ميلاد جده اللي هو 1912. وإحصائياتهم الرسمية بتقول إن نسبة الأمية صفر. كوريا كانت دولة واحدة لغاية سنة 1945 لما الاتحاد السوفيتي وأمريكا اتفقوا يقسموها على بعض بعد الحرب العالمية. الشمالية وقعت تحت حكم الشيوعية بقيادة كيم إل سونج، والجنوبية بقت تحت حكم أمريكا. والحرب بينهم بدأت سنة 1950 ومات فيها 3 مليون شخص. ولسه مفيش معاهدة سلام، يعني الحرب لسه مش رسمية. كوريا الشمالية جبالها بتوصل ل 80% من مساحتها، وعندها حدود مع الصين وروسيا وكوريا الجنوبية. وعندها مخزون يورانيوم يكفيها لصنع 60 قنبلة نووية. وبيتباهوا بإطلاق صاروخ طوله بيوصل ل 15,000 كيلومتر، تقدر تضرب دول بعيدة. لكن 60% من الشعب ما عندوش كهرباء وبيناموا على النجوم بالليل. اه والله. ممنوع تسمع أغاني أجنبية، ولو اصطدت معاك MP3 هتتعدم. ممنوع تسأل عن الزعيم، ولو سألت هو ليه سنين كده هتخش معسكر اعتقال. ممنوع تسيب شعرك زي ما انت عايز تحلقه، عندك 28 قصة مسموح بيهم للرجال وللستات. ممنوع تستعمل الإنترنت إلا لو كنت من العيلة الزعيم. بيونج يانج عاصمة معمولة عشان تضحك على السياح، فيها شوارع واسعة ومباني فخمة لكن فاضية من جوه. الفنادق فيها سرير بتكسر الظهر فعلا، ومطاعم بتقدم أكل منتهي الصلاحية. فيها تماثيل لكيم إل سونج طوله 20 متر، واللي بيتصور من غير إذن بيتحبس. التعليم في كوريا الشمالية مبني على عبادة الزعيم. الأطفال بيتعلموا من سن 3 سنين عن كيم جون أون إنه إله، وبيتغنى فيه في الأنشدة المدرسية. و20% من المنهج عن تاريخ العيلة الحاكمة. و80% من الطلبة بيحلموا يشتغلوا جواسيس. يا نهار أسود. الجيش الكوري الشمالي هو رابع أكبر جيش في العالم ب1,300,000 جندي، وبيصرف عليه 25% من ميزانية الدولة. وعندهم 10 ملايين جندي احتياطي، وبيتدربوا على أكل العشب عشان الحروب الكبيرة اللي جاية. السياحة هناك في كوريا الشمالية ممنوعة إلا مع مجموعة مراقبة 24 ساعة، وبتكلف $5000 لمدة 10 أيام. بس كده وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون قدرت أفيدك وعجبك الفيديو. سلام عليكم.